النهارده بقى يوم جديد وفعالية جديدة تحت عنوان شارك وابتكر. الفعالية دي كانت معمولة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. هنا كنا وصلنا الأكاديمية. جماعة دلوقتي أنا وصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. فتعالوا بقى النهاردة نشوف النهاردة هعمل لكم جولة عن اليوم وكده. أول ما تدخلوا الأكاديمية عايزة أقول لكم المكان بيخطف العين بجد بجد، المكان في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوة. عايزة أقول لكم كان في ناس كتير قوي حاضرة الفعالية، وده أنا عادي. ايه رأيك في المكان؟ حلو والله. يا جماعة ان شاء الله تبقى تجربة حلوة جدا ومختلفة كده، ويلا بينا. هنا بقى كان في كورة جولف، قُلت ما اعزّهاش عليكم. هنا بقى كنا ماشيين رايحين مبنى صيدلة، وهنا لمّا وصلنا الأسانسير كان تحفة، قُلت أتصوّر فيه. هنا بقى كان في طريقنا وإحنا رايحين القاعة اللي هيتعمل فيها الفعالية، وهنا كنت باتصوّر عادي، اللي هو أنا باتسلى وأنا ماشية عشان مكان القاعة بعيد جدًا، وهنا كنت باتصوّر تاني عادي. هنا بقى بعد ما أخيرًا وصلت القاعة، عايزة أقول لكم كمان البانر كان تحفة جدًا. هنا بقى لمّا ابتدينا الفعاليات، ده كان فيديو كده سريع عن الأكاديمية وإنجازات الأكاديمية وكده. هنا بقى كان كلمة الافتتاحية، وكانوا بيقولوا لنا إن هُم مشتركين يعني مع مكتبة إسكندرية لقيام الفعالية ديّة، وفضلوا يتكلموا برضه شوية عن الأكاديمية وعن إنجازاتها وعن طلابها وكده. ابتدينا بقى نتكلم عن الAI، وبدأوا إن هُم يورونا نماذج وشرحوا لنا حاجات كتيرة أوي في الAI. وبجد الAI ده طلع من أكتر الحاجات الجامدة جدًا اللي هتكتسح جامد أوي الفترة الجاية، وكمان يعني هتكتسح بشكل كبير، هو مش هيبقوا مجرد روبوت وخلاص. وهنا بقى كان أول جزء في الفعالية خلص، بس كنا لسه هنكمل. مبسوطة؟ ايه شعورك ان احنا مش عارفين نقوم نتصور؟ بجد بجد يا جماعة الروبوت ده حاجة جامدة، حاجة جامدة بجد. ايوه، لا كلية الأكاديمية العلوية البحرية كانت عرفنا النهاردة إن هي فاتحة جزء الذكاء الاصطناعي جديد، كلية كاملة يعني. فبجد بجد حاجة جامدة جدا، وخصوصا يعني للناس اللي حابة المجال. إن شاء الله احنا هنحبه وهندخل فيه، منعرفش ازاي بس إن شاء الله هندخل فيه. هنا بقى كنا آخدين بريك 10 دقايق لحد أمّا نبدأ الجزء التاني من الفعالية. عايزة أقول لكم بقى العدد خطير، يعني كمية ناس، كمية طلاب كمان جايين النهارده يحضروا الevent بجد يعني يعني بجد أنا كنت مبسوطة من العدد النهارده، ومبسوطة إن إحنا طلاب، وإن إحنا في السن ده ومهتمين بالمجال. هنا البانر تاني كان عاجبني جدًا، فما رضيتش إن أنا أمشي من غير ما أصوره تاني. بجد أنا مش عارفة المؤتمر هيخلص امتى، بس أنا مستمتعة يعني. تعالوا بقى نتكلم عن أكتر جزء عجبني في اليوم، وهو الsession بتاع الأستاذ جوزيف نبيل. بجد من أكتر الناس المفيدة وأكتر الناس الملهمة وأكتر الناس اللي حرفيًا فادتنا جدًا النهارده. بجد اتعلمت منه حاجات كتير أوي، 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 خلّاني أعيد تفكير في حاجات أكتر. بجد من أكتر المحاضرين الجُمال جدًا، وبجد، بجد اللي هُم يعني كلامهم لوحده إفادة. اللي احنا بنعمله في الذكاء الاصطناعي هيؤدي الى نهايتنا. احنا بنضع النهايه، المسمار الاخير في ايه؟ في مسيره الانسانيه. ثم بيقول ده هو اهم او احد اكبر المخاطر للايه؟ لليومنيتي. كمان من أجمل الحاجات اللي الأستاذ أحمد أبو الفرج ختم بيها الجلسة النهارده، إن إحنا والروبوت لازم نكون إيد واحدة. الروبوت ده إنسان إحنا اللي صنعناه، إحنا اللي حطينا الفكرة بتاعته، وإحنا اللي برمجناه على الحاجات اللي إحنا عايزينه نعملها، فمستحيل إن إحنا نخاف منه. بل بالعكس، إحنا لو حطينا إيدينا في إيدين بعض إحنا ممكن نخلي البلد دي في تطور هايل، ونوصل بجد لحتة أو لمرحلة تانية خالص. أتمنى تكون الجولة عجبتكم، والصور كمان دي تكون عجبتكم.